الو. هو انا كل ما افكر اجيب لابتوب امكانياته متوسطه وسعره على قد الايد ويكون كده بسيط يعديني من الكليه اكلمك انت. طيب ماشي يا سيدي، عايز الكلام ده جبتولي. طيب ازيكم يا جماعه؟ باين كده ان هو جاب لي لابتوب جامد. مين ده؟ ده احمد سامح ريفيوز، جامد جدا. تابعوه بقى، هتلاقيكم اكيد في الشانل بتاعته دلوقتي. انزلوا بقى اعملوا اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، لايك حلو، وتقلبوا كده في القناه، في فيديوهات حلوه قوي. ازيكم يا جماعه؟ ثواني بس قبل ما نبدا، اعملوا زوم كده، تعالى. لا تعالى اكتر، بصوا هنا، بصوا حلوه ازاي، بصوا جميله ازاي. يلا نبدا. النهارده هنتكلم عن لابتوب اقتصادي من الفئه الحلوه، الفئه اللي هي تخش الكليه تطلع بيه، مش بتستخدم غير اكسل ووورد وحاجات كده خفيفه والعاب خفيفه جدا، ولكن هينجزك في خلال ال4 سنين او ال5 سنين بتوع الكليه. خاصه ان هو جيل حديث، في نفس الوقت سعره على قد الايد، مش على قد الايد قوي يعني في ظل ارتفاع الاسعار، ولكن هو قيمه كويسه بالنسبه للسعر بتاعه. فاللابتوب اللي معايا هو ال HP 240 G7. يعتبر لابتوب اقتصادي جدا، تقدر ان انت تطلبه اونلاين برضو من امازون او في بعض المحلات بتبيعه، ولكن في سينونيمز كتيره ليه الاتش بي الاراوند ال 7000 جنيه او ال 6700 حاجه كده. نزل لك كرسي كده افضل. يلا نكمل. الراوند الرينج ده في وقت نزول الحلقه دي او في وقت تصوير كمان الفيديو ده. خلينا بدون مقدمات كتير نقسم الريفيو الى اجزاء زي ما عودناكم دايما، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. البوكس زي ما انتم شايفين كده بسيط جدا، ما فيهوش غير الموديل بتاعه، حتى مش مكتوب اي بيانات عن اللابتوب، وهو اكيد من الامارات من جبل علي. دي منطقه فيها كل اللابتوبس بسعر كويس قوي. زي ما انتم شايفين كده الشاحن بيكون معاه 2 سوكتس بشكل احترافي جدا، وهتلاقوا الشاحن صغير جدا عشان خاطر هو اصلا ما بيستهلكش باور، فبالتالي مش هيشحن بواتج عاليه، ده يا دوبك 45 واط. متخيلين 45 واط فقط؟ وده قليل جدا. انتوا لو شفتوا الجي 15 الفيديو بتاع الجي 15 هتلاقي تهمه كده الشاحن تقريبا كيلو ونص، فالحمد لله رضا. طيب ايه تاني موجود في العلبه؟ اللابتوب زي ما انتم شايفين كده وبس. هي دي محتويات العلبه. تاني حاجه خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم بتاعه كويس عادي اعتيادي، ما فيهوش اي مشكله. والماتيريال برضو الخارجيه اللي هنا دي انا حاسسها لطيفه. في نفس الوقت الجلاس اللي موجود هنا ده شكله حلو قوي ويعتبر كويس. الفليكس اللي فيه تعتبر مقبوله مش وحشه. المفصله حلوه ماسكه طول الشاشه وبالتالي تديك عمر افتراضي اطول. الماتيريال بقى لما تفتحه والله كويسه، يعني الماتيريال من هنا مش وحشه قوي. البلاستيك يعتبر طبعا مش رديء، ضعيف الامكانيات طبعا، دي حاجه متوقعه فيه. الزراير برضو البلاستيك بتاعها يعتبر خاماته ضعيفه شويه، ولكن الكليكات تعتبر مقبوله، مش افضل حاجه. يعني هتحس ان هو لابتوب ضعيف لو انت بتستخدم لابتوب غالي، فتمام. وعندك الانتل كور اي 3 اللي موجوده على اليمين، والباب بتاعته حلوه قوي وكبيره وشكلها حلو، والكليكات بتاعتها حلوه ماسكه نفسها ما بتتحركش وما بتهتزش، ودي حاجه متميزه الصراحه في لابتوب رخيص بالمنظر ده. من ورا هتلاقوه ان هو نفس الخامه بتاعت قدام وبتاعت من جوه اللابتوب، ودي حاجه كويسه قوي. التبريد بتاعه بسيط جدا زي ما انتم شايفين من هنا، وفي بادز كده عشان خاطر يرفع اللابتوب شويه. خلينا نخش بقى في المداخل والمخارج. مداخل، اول حاجه عندك الشاحن اللي هنا بيكون لطيف جدا، وسط اللان HDMI، ودي حاجه مميزه في الفئه السعريه دي. 2 USB ووصله بتاعه الهيدفونز. اما من الناحيه الثانيه بيكون عندك SD فقط، وبيقول لك لو انت الشاحن بتاعك ضعيف ولا لا، ويو اس بي كمان. مفيش تايب سي ومفيش اي حاجه من ورا، وبس كده. دي عشان خاطر تلوك الجهاز بسلسله يعني او جنزير عشان ما يهربش او حاجه. بالنسبه للشاشه بتاعته فهو شاشته صغيره 14 انش زي ما انتم شايفين. اكيد باين من التصميم ان هو مفيش الجزء اللي فيه الارقام اللي بتكون موجود من الجنب ده، وده عشان خاطر ده لابتوب خفيف، يعني تقريبا اقل من 2 كيلو تقريبا. طيب فالشاشه تعتبر 720 بكسلز، ما فيهاش افشخانات، يعني هي حاجه بسيطه جدا زي ما الكتاب بيقول. وبرده الكاميرا اللي موجوده الويب كام تعتبر كويسه، ولكن جودتها طبعا مش افضل حاجه. الزرار الباور برضو مش حاسه ان هو افضل حاجه، يعني الكليكه انت ما بتحسش بيها، يعني انت بتدوس هو يعني غريب شويه، ولكن قشطه مقبول برضه. بالنسبه بقى للقلب المحرك لهذا الكتكوت،
متقالش عليه غير كتكوت الصراحه. خليني اقول لكم البروسيسور بتاعه من الجيل العاشر زي ما انتم شايفين، وانتل اي 3 او انتل كور اي 3، يعتبر بيديك اريحيه في التعامل، تعتبر مش وحشه خالص، ودي حاجه كويسه قوي. البروسيسور بتاعه اي 3 10005 جي 1، وده من الفئه الاقتصاديه البحته، ولكن مميز برضو ان هو يكون انتل، وفي نفس الوقت كور اي 3 مش اقل من كده زي ما في لابتوبات ارخص منه بتقدم البروسيسورز اقل من انتل اي 3، وبيجي بسرعه 1.2 جيجا هرتز. بالنسبه للرامات اللي فيه بتكون 4 جيجا رام، ده اكيد يعني ممكن تزودوا مثلا 4 و4 يبقوا 8، بس اعتقد يعني مش هيقبل اكتر من كده. وطبعا ما فيهوش كارت شاشه، لا ده هو البروسيسور هو اللي بيقوم بكل حاجه. بالنسبه بقى للبطاريه، فالبطاريه الشاحن بتاعها 45 واط، متوقع منها ايه؟ متوقع ان هي تقعد فتره طويله قوي، عشان خاطر لو انت عملته على الباور سيفنج مود هتلاقيه ان هو ممكن يقعد 3 ساعات مثلا او 4 ساعات. لو عملته على البيست بيرفورمانس اللي هو اصلا ضعيف ممكن مثلا يقعد ساعه ونص، ساعتين، في الحدود دي. بسيط يعني، هو بسيط ما فيهوش حاجات عاليه قوي، ولكن يكفي بالغرض في حد في كليه لسه بادئ دراسه ومش عايز يجيب حاجه عاليه، مش داخل مثلا بيعمل نضاره، بيعمل فيديو اديتنج، كل الكلام ده مش هينفع طبعا على اللابتوب ده خالص. بس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. خلينا نعمل ريكاب سريع كده على اللابتوب اللطيف ده، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو ولايك عشان خاطر تشوفوا كل جديد. خلينا نقول ان تصميم الماتيريال يعتبر متوسطين، يعتبر التصميم كويس، ولكن الماتيريال تعتبر مقبول. بالنسبه للشاشه فتعتبر مقبوله 720 بكسلز. بالنسبه للزراير تعتبر مقبوله. بالنسبه للمداخل والمخارج تعتبر جيده جدا. بالنسبه للبريفورمانس يعتبر جيد بالنسبه لسعره، او جيد جدا كمان بالنسبه لسعره، دي حاجه حلوه قوي. بالنسبه للبطاريه فتعتبر برضو جيده جدا في الحدود دي. وانتوا بقى قسموها، بما انكم داخلين الكليه فانتوا عارفين المقبول ده بيكون من كام؟ اراوند من 45% ل 55، او من 55 ل 65 تقريبا يعني، وهكذا بقى، جيد جدا وجيد وامتياز. يعني ده ما نقدرش نقول عليه امتياز في حاجه الصراحه يعني، ولكن هو على قد الفلوس وعلى قد الفانكشن اللي انت بتستخدمها فيه. بس كده، ان شاء الله اشوفكم ريفيو جاي. سلام.